السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. نشارك معكم واحد البسبوسه بلا بيض. كنت سبق لي حطيتها في واحد الاقتراح ديال الفطور في واحد الفيديو. طلبوا مني بعض الاخوات انني نحطها في فيديو مستقل، مع الفيديو كان طويل. هذا هو الشكل ديال البسبوسه. نحاول نعاود نشارك معكم المقادير، فيديو قصير تقريبا فيه 5 دقائق. نتمنى تعجبكم الوصفه وتشاركوها مع الاهل والاحباب، وندوزوا للطريقه والمقادير ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. أول حاجة غادي نبداو بها هو المول عندي هذا المول هذا. ندهنو أنا بشوية الزيت وندير ليه سميدة الحرشة. واحد الإضافة اللي تنديرها دائما أنا في المول اللي غادا ندير سواء الكيك ولا البسبوسة، أنني تنضيف شوية الكوك. هذاك شوية الكوك بعض المرات مثلا باش بلاص ما ندهن الدقيق في المول الكيك تندهنو غير بالكوك، تيعطي واحد اللذة زوينة ملي تيطيب وما تيخليش الكاك يلتصق معنا نهائيا. انا ديما عندي هاد القرعه في الثلاجه. غنضيف دابا واحد شويه الكوك. تنتفاداو اننا نضيفوا الكوك وسط البسبوسه لانه تيزيد ينشفها، تتلقى السميده مع الكوك تتنشف. انا ضفت فقط ضعيف في المول. بالنسبه للمكون الاساسي هو عندنا السميده، عندي 4 الكيسان. كل كاس فيه 125 غرام، يعني عندنا نص كيلو ديال السميده الحرشه. ديما نختاروا السميده نوعيه جيده تكون صفراء، تعطينا فرق في الوصفه. هذا هو الشكل ديال السميده الحرشه. عندي كاس ديال السنيده، ديما تنعبر بنفس الكاس اللي عبرت به السميده. كاس ديال الزيت. بسبوسه ساهله ودغيا توجد، ما تاخذش منا وقت طويل. نحاول نحركهم. بالنسبه للنكهه انا غادي نكه بالحامض، اللي بغى ينكه بالليمون ولا بالفاني تيبقى على حسب الذوق. نحكي فقط غير القشره الفوقانيه، ما غاديش نوصل لديك البلاصه تكون مره. انا كسبق لي حطيت في القناه واحد البسبوسه بالليمون، تتجي لذيذه ولكن هي فيها البيض. هي المعتمده عندي دائما كنت نديرها، ولكن دابا اختلفنا. هاد البسبوسه ما فيهاش البيض، بواحد المكون تا هو تيعطي واحد اللذه زوينه. من بعد ما حكيت القشور الحامض نخليها جانبا. غنضيف دابا 2 خمارات، المجموع 16 غرام. لا نعاود معكم المقادير. عندنا 6 كيلو ديال السميده، عندي كاس السكر السنيده، كاس الزيت، 2 خمارات، قشوره الحامض ولا قشوره الليمون ولا قشوره الفاني. وغادي نزيد واحد القبصه الملح، كنت نسيت ما طفتهاش من الاول، ضروري تعدل لينا الذوق. ونحرك المكونات. والمكون الاساسي اللي غادا نضيفوه ونستغناو عليه على البيض ولا الحليب هو اللبن. اللبن انا دائما تنستعمل لبن الكرتون، ما تنفضل ديما الكرتون على العوار، تيكون معقم وتيكون خاطر. نحرك. عندي هنايا تقريبا هاد الكرتونه فيها 450 مليلتر، ماشي نص لتر كامل. نحركهم كاملين. شوفوا القوام ديال الكيك تيكون خفيف. الباقي غادي تتشرب لينا. بالنسبه للحامضه اللي كنا حكينا منها القشور غادي نعصر العصير ديالها. بالنسبه اللي ما بغاش يدير الحامض غادي يضيف الليمون. هذيك الليمونه اللي حكينا على القشور هي اللي تنعصروها تنزيدوها في الاخر، تعطينا واحد تخفف لينا الخليط وتعطينا واحد اللذه زوينه. اللي ما بغاش يضيف الليمون ولا الحامض ودار الفاني، في هذه المرحله هذه دير معلقه صغيره ديال الخل ولا الحامض ولا الليمون تيتفاعل مع الخميره. بعض الاضافات تنضيفهم في الاخر ولكن تيكونوا تيعطيو فرق في الوصفه. هذا هو القوام ديال الخليط. في هذه المرحله انني شعلت الفران تيكون سخون. دائما البسبوسه تبقي الفران تيكون سخون باش ما ندخلوش الفران بارد وتبقى تشرب لينا. هذا هو القوام ديالها. نحاول نعاود نوريكم القوام، حيت كاين السميده اللي تتشرب كاين اللي لا. المهم انا عطيتكم المقادير كلها مضبوطه كما صايبتها انا. نفرغ الخليط في هذا المول هذا اللي كنا سبق لينا وجدناه. ندخلوها الفران. طيابة الكيكه العافيه مهيله، الفران سخون، العافيه مهيله، طيب على خاطرها. اغلبيه بعض المرات انا الكيك ولا البسبوسه تيطيبوا ليا على الفوق، تتكون العافيه من التحت. تنهبط غير واحد التحميره خفيفه تكون من الفوق وتنخرجوها. من بعد ما طيب تقريبا تاخذ معنا 35 دقيقه، مره نطلو. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما طابت. بالنسبه باش نسقيوها انا عندي واحد المعلقه صغيره ديال السكر، وهذاك الحاء عندي عصرت هنا 2 حامضات. غنسقي بهم البسبوسه. عارفين البسبوسه دائما تكون ناشفه، خصنا ضروري نسقيوها. اللي غنعاود عاوتاني اللي ضاف الليمون يعصر الليمون ويسقي بها. واللي دار الحامض يسقى بالحامض. اللي عزيز عليه نكهه الحامض كما درت انا
يسقيها بالحامض. ولا اللي ما دار لا حامض لا ليمون ودار الفاني يدير فقط الكونفيتور من الفوق. غنضيف لها الكوك دائما يتواتى مع المذاق الحامض. نحاول نقطع لكم تشوفوا الشكل ديالها من الداخل، تجي لذيذه وسهله في الطريقه. نتمنى نكون لبيت الطلب ديال الاخت اللي قالت لي نعاودها في فيديو يكون قصير باش تحتفظ بالوصفه. وهذا هو الشكل ديالها، نتمنى تعجبكم. واحد الملاحظه نسيت ما ضفتش ان الخليط ديال مثلا الا كانت عندنا البسبوسه سخونه العصير اللي نديرو فيه يكون بارد والعكس. وصلنا لنهايه الفيديو، الى فيديو قادم ان شاء الله.